سلام الكبيدات كي دايرين لاباس عليكم؟ تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بلا فيديو ديال تحضيرات رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا ربي، تبارك لي في رزقي وفي وليداتي وفي مالي وفي راجلي وفي فلوسي ان شاء الله وفي معز عليا، ويبارك لكم في رزقكم في وليداتكم في مالكم في ازواج ديالكم ان شاء الله. يلا نبداو على بركه الله. ما تنسوش تبداو لا فيديو بالصلاه والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كما كتشوفوا عندي هنا نص كيلو ديال القرعه الحمراء وكيلو ديال الخيزو. هنا حاولت نجرو من هذاك باش تحيد ليه هذاك الجليده ديالته رقيقه، ولا شفتوا شي خيزو غليظه تحيدوا ليه هذاك القلب ديالو. هنا كذلك حيدت هاد القرعه الحمراء، شديتها غسلتها مزيان، حيدت لها هذاك القشر ديالها وكنقطعها مرصويات كما كتشوفوا. كنحاول عيب شويه باش نوريكم الفكره. راه كيجي رائع هذا المركز، جربوه، واللي فايته ما جربه تكتب لي في لي كومونتير كيفاش جاها. انا مهم معتمد عندي على طول العام، ماشي غير في رمضان، ولكن في رمضان كنحتاجوه اكثر ان شاء الله. حاولت مادام لقيت خيزو زوين، هاد خيزو هذا كنقولوا ليه القزيبري اولا الموسكا، كل واحد شنو كيقول ليه، تيكون عيف هاد الوقيته، من بعد راه ما كيبقاش كما كتشوفوا. صافي تنقطع خيزو كما شفتوا باللب ديالو اولا الجزر. تندير واحد المهم العبار اللي درت انا كيلو ديال خيزو ونص كيلو ديال القرعه الحمراء. ماشي مشكل انك ديري كيلو قرعه حمراء وكيلو خيزو، ماشي مشكل. هنايا كنبقى نقطع في ديك الكميه اللي عندي كامله. بعد ما نقطعوها غادي نرجع معكم كيما شفتوا. من بعد ما قطعتها كامله كنشد واحد السيترون، واحد الحبه ديال السيترون، كنحاول نقطعها تنحاول نحكها، عفوا ماشي كنقطعها، كنحك لها داك القشور ديالها باش كطيب هذيك القرعه وخيزو كيطيبوا من السمين. اللي بغى يزيد حتى القشور ديال البرتقال تيجيو زوينين. انا هنايا ما كانش متوفر عندي الليمون، درت غير هذاك القشور ديال السيترون. صافي كنحاول نبشرها كامله اولا نحكها كامله في هذيك الحكاكه صغيره كما شفتوا. هذه الطريقه المعتمده عندي. حاولت ندير معكم غير كميه صغيره. عندي هنايا واحد ايترو لاروب ديال الماء هكذا، الكاس كيهز عندي واحد نص لتر. حاولت نزيد حيت خزو شويه كياخذ طياب على القرعه، مع ذلك خلطتهم. غادي نحطهم فوق النار اللي تكون متوسطه ونغطيهم باش يرجع داك لافابور ديالهم، يرجع فيها، فهمت؟ هذاك البخار غيرجع وغادي يطيب ليا الجزر. هنا درت واحد 2 كيسان ونص ديال سكر سنيده اولا سكر حبيبات. كنحاول نخلط الكميه، كتبقى على حسب. ايه هو الا كثرتي السكر في هاد المركزات ما كيتلجوش معاك في الفريغو بزاف اولا المجمد كما شفتوا هنايا. من بعد ما برد واحد شويه، ماشي برد، غير خليته غير شي شويه، قضيت شي شغل اخر. صافي غادي نطحنو غير في الهاشوار. صافي هذا هو المركز ديالي. علاش انا خليته شي شويه؟ باش اين فوا يذوب هذاك السكر حبيبات. انا تنفضل حتى تيطيب عاد باش كندير السكر حبيبات، كتعجبني هذيك الطريقه. هو من بعد ما طحنته تنعمر هاد لي بواط اللي عندي في الدار اللي ديجا شاركتهم معكم. هادو راه ديال العام اللي فات، عفوا ديال العام اللي فات. خديتهم 3 دراهم صدقوا زوينين. ان فوا كنسالي منهم تنغسلهم كنطرفهم حتى تنبغيهم تاني. كما شفتوا الكميه اللي عندي هي هذه اللي حصلت عليها. انا حاولت ندير معكم غير كميات صغار باش يجيني التصوير سهل. الا كانت كميه كثيره كتبقاي معذبه شي شويه. المهم هنا عندي واحد الكيلو ديال الفريز اللي قطعته، اللي غسلته مزيان، رقدته في الخل وشويه ديال المليحه وغسلته مزيان. بعد ما نشفته، من نشف قطعته كما شفتوا لي مورسو صغار.
زدت عليه واحد 2 كيسان ديال سكر سنيده ولا سكر حبيبات، كنخليه اللي عنده الوقت يخليه حتى ليله كامله، ولكن من الاحسن كتخليه واحد 2 سوايع 3 راه كيطلق هذاك الماء وكتذوب هذيك السكر سنيده كيذوب كما شفتوا صافي. اون فوا كيذوب كنجيبهم نطحنهم. هانتوما كما شفتوا انا خليته واحد الساعه تقريبا صافي وكنطحنو. اللي بغى يصفيه، اللي ما بغاش ما يصفيش. انا هنايا كنت خديت 2 كيلو قطعته دوائر وحطيته في واحد البلاطو، فرشت لي السلوفان وحطيته في بلاطو خليته جمد وحطيته في لي شاسي. وهنايا الكيلو الاخر طحنته، راه ما خرجش ليا كميه كثيره، انا باقي غنزيد ولكن ان شاء الله ينقص في الثمن كما كشفتوا. وعندي هنايا التفاح الخضر، اما الاخر تبارك الله راه موجود. التفاح الخضر اللي ما كيبقاش ديما، انا كنحاول ندير الحوايج اللي ما كيبقاوش ديما، اما اللي باقا من الاحسن تاكلوها طريه. التفاح الخضر كيجي رائع يا سلام. والحاجه ملي كنلقاوها رخيصه شويه، هذاك تخديته ب 220 11 درهم. هنا من بعد ما قطعت هذاك الكيلو ديال التفاح شديت هذيك السيترون اللي حكيت قبيله القشره ديالها، شتيها كنحاول نعصرها فوق هذاك الحمض باش ما يتلو عفوا فوق هذاك التفاح الاخضر باش ما يكحالش وما تيتاكسدش في نفس الوقت. وانتم غادي تشوفوا راه غادي دوز شي 4 ايام اولا 5 ايام هو في المجمد كيبقى نفس اللون. انا راه بقيت كنعصر عليه ديك الحامضه كامله وكنحاول فيما بان ليا شي عضيم كنحيدو هكا. دوك العظومه الا دازوا لك هكا في التفاح ولا دار كيعطي المروره. حاولت ندير معكم شي حوايج بسيطه. هنا واحد جوج كيسان ديال السكر سنيده خليتهم واحد الساعه تلاق هذاك الماء مع السيترون. هنا غادي نطحنو. انا كيعجبني التفاح بالقشور ديالو تيبقاو فيه المنافع، راه التفاح راه هو القشور. شفتوا من بعد ما تطحن راه كيولي ليس كيولي تعي فوا طحنيه مزيان راه كيبقى بحال هكاك. هانتوما غادي تشوفوا نحطو في هاد البواط. شفتوا راه كيبقى في اللون ديالو، مع ذلك التصوير راه ما عطيش حقه حيت ما عنديش الاضاءه زوينه في الكوزينه. كنحاول نحط هذيك الكميه كامله في هذيك لابواط. انا حاولت ندير معكم غير بعض المركزات، اما الا رجعتوا للقناه في لي فيديو القدام راه كنحضر المركزات. هانتوما كما شفتوا هنا من بعد انا راه ما كنت مشغوله ونسيت انني كنت صورت لا فيديو خليته ما عرفت سيمانه هو في الفريغو كنوريكم القوام ديالو. هنا راه ساهل واخا نبان لكم بحال هكاك بسميتو، راه ساهل فاش كتبغي تهزي واحد الكميه ساهله. اليد ديالنا هاد المعلقه شويه ما قاصحاش كترطب شويه نتوما شفتوا درت معاكم الفخاز التفاح. هنايا المركز ديال خيزو والقرعه الحمراء صافي. هذه عادتي ديما كنخلط شويه شويه وكندير واحد الباناشي كيجي رائع. هنا شاركت معكم حتى الفريز اللي قطع الدوائر. وكنتمنى الا عجبكم لا فيديو تضغطوا على زر اللايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. ما تنسوش لي لايك رحمه لوالديكم في هاد العواشر ان شاء الله. والله يعطي لكل واحد ما تمنى في خاطره. يلا باي باي مع السلامه الى فيديو مقبل.